ليس هناك من يستطيع أن يتحدث عن السينما الإيرانية كما أتحدث، لأني عشت وأعرفهم شخصيا وأعرف الحالة كويس أوي. وآلامني كثيرا الوفود التي خرجت من هنا تحت شعار عدم الوعي، تحت شعار الثورة. ثورة في مصر يعني انفعال، والثورة في العالم يعني عقل. احنا الثورة عندنا عصبية، بتشتم. دي الثورة قلة أدب. الثورة مفهوم للعقل مش مفهوم للانفعال. الثورة يعني تبدأ بالعقل وتنتهي بالعقل، وتنفيذها يحتاج مجهود مش انفعال مش هبل. لذلك السائل إذا أخطأ في التعبير خابت منه الثورة. فبالتالي السينما، أنا بتكلم عن السينما رحت أتكلم عن السينما لأنه الوفود اللي راحت إيران أنا زعلت. يعني لما يروح فنانين سينمائيين إيران من حقهم، حق أي فنان يعمل أي حاجة، لكن لابد أن يقرأ ويكون واعي بالنؤر والحفر اللي موجودة في هذه البلد، حتى لا يحسب عليه أنه استعمل لأنك أكبر من أن تستعمل. بتكلم على وفد السينمائيين المصريين اللي راح مرتين على إيران. وبتكلم على وفد الدبلوماسية اللي راحت إيران عشان تقابل أحمد نجاد تقول له رجع العلاقات. ولو كان يعرف أن مسألة العلاقات، أن عزة مصر وكبرياء مصر أكبر بكثير من أي حد يروح يتكلم باسمها ويقول له تعال رجع العلاقات. نحن لدينا عزتنا وكبريائنا وكرامتنا إن احنا نقعد في بلادنا ونحط رجل على رجل، ومن يريد أن يعيد علاقاته معنا يأتي إلينا وبشروطنا. لو كان يعرف الأسباب ويعرف يعني خبايا الملف والقضايا العالقة بين البلدين ما كانش تجرأ وراح عشان يتصور. أنا هقول حاجة، خلينا أقول لو كنت مكانه، لو طلب مني أني أذهب إلى إيران في وقت دبلوماسية شعبية، كنت وضعت لهم ليست شروط وإنما جملة من الطلبات. وفد الدبلوماسية الشعبية أن أذهب إليهم لأزور إيران ولا أطلب عودة العلاقات، لأنني لست مخولا بأن أتحدث باسم هذه البلد العظيمة اللي اسمها مصر، وأعرف جيدا أن مصر لم تعطي توكيلا لأحد ليتحدث باسمها. وكنت سأطلب منهم أن أزور الأهواز، المنطقة العربية المضطهدة إيرانيا، المقهورين المغلوب على أمرهم، المنسيين من العرب. يعني العرب بيسموا أهل الأهواز إيرانيين، والإيرانيين بيسموا أهل الأهواز عرب. يعني لا عيني حصلوا هنا ولا حصلوا هنا. كنت سأطلب منهم أن أزور الأهواز وألتقي بأبناء جلدتي، لأني لو كان هناك شكوك في نسب العربي أنا وإنتي، لأن شكلنا مختلف شوية، قد يكون هناك تركية أو جد مش عارف إيه وبتاع. أهالي الأهواز بقى ليس هناك شك خالص، ده دول قبائل شمر اللي هم أصول العرب، أهل الأهواز. كنت سأطلب أن أزور الأهواز، وكنت سأطلب أن أزور معتقلين، معتقل إيفين ومعتقل آخر اللي هو أغلق. وكنت سأطلب أن ألتقي بموسوي ومهدي كروبي ودكتور ختمي، ثالوث الثورة المخملية في إيران. وأعرف جيدا أن هذه الطلبات سترفض، وبالتالي كانوا هم الذين سيسحبون الدعوة وليس أنا، لأنني لا أريد أن أستعمل. الذين ذهبوا إلى إيران استعملوا دون قصد. سوق إليهم في الصحافة الإيرانية بأن الشعب المصري بعدما أسقط النظام الذي كان عميلا لأمريكا يأتي ليقبل رأس أحمدي نجاد بأن يعيد العلاقة مع مصر. وعاوز أقول أن الشعب المصري لا يقبل رؤوس أحد،
ولا نتوسل لأحد ولا نطلب من أحد أن يعيد علاقاته معنا. هذا الذي سقط فيه أولئك الذين لا يعرفون بتفاصيل الداخل الإيراني. ثانيا أن لم يكن النظام المصري هو العقبة الوحيدة، وإنما النظام الإيراني كان عقبة واحدة. أنا عاوز أقول حينما تغير شارع خالد الإسطنبولي اللي هو قاتل السادات اللي عملين له شارع وحاطين له لوحة بطول عمارة في هذا الشارع، طبعا في أفخم شارع في إيران. وأنا عاوز أقول ليس من حق أحد أن يخلد قاتلا. إزاي؟ يعني خلينا بس نقول مع اختلافي بقى واتفاقي واختلافي مع السادات، يعني انا طبعا، بس ازاي انا احط صوره قد اتفق مع سنينه الاولى واختلف مع سنينه الاخيره او اختلف مع هم معتبرينه شهيد، لكن مش هقتله. ولست مع اي قتل، انا ضد قتل اي حد. فحينما انت تخلد هذا الشارع، لما خاتمي العظيم نجح في ان يحصل من البرلمان الايراني على موافقه لتغيير هذا الشارع وسموه شارع الانتفاضه او شارع كده، قام البسيج والحرس الثوري الايراني ببناء نصب تذكاري ضخم في المقابر في جنه بهشت الزهراء اللي مدفون فيها الخميني لخالد الاسطنبولي. وقرار ايران ليس قرارا واحدا، يعني الحكومه شيء ومكتب المرشد علي خامنئي شيء اخر. الحكومه يعني رئيس الجمهوريه في ايران هو منصب رئيس وزراء، فهم يعرفوا جيدا ان العتب والمواقف والجدل من الداخل الايراني. وعاوز اقول حاجه للذين ذهبوا الى ايران، انني لو طلبني ان اذهب الى ايران كنت ساطلب منهم ان اقدم اليهم 4 اسئله واريد اجابات، باعتباري انا واحد من الشعب المصري السائر العظيم الذي عمل ثوره 25 يناير. هذا الكلام للصحفيين اللي راحوا، الذين يعرفون على ايران كما يعرفون عن الصين، يعني مش عارفين حاجه عن الخارج. كنت ساطلب منهم ان يقدموا استيضاحات عما يحدث في البحرين، وان يفسروا لي ما وجه اليه من اتهامات في اثاره الحركه الحوثيه في اليمن. وإذا كنت سأطلب منهم أن يقدموا استفسارات واستيضاحات على شكنا وعلى قلقنا من اليد الإيرانية الموجودة في العراق. وكنت سأقدم استيضاحات عن حزب الله في لبنان ودور حسن نصر الله وبمن يأتمر، من يأمر حسن نصر الله بما يفعله في لبنان. وكنت سأسأل هل تقدمون دعمكم لحماس لله أم للوطن أو لمصالحكم الشخصية؟ كنت سأقول لهم إن مصر هي ضمن محيطها العربي ومحيطها الخليجي. من أراد أن يصالحنا فليصالح محيطنا، لأننا لن نتخلى عن أبناء جلدتنا كما تخلى السادات في كامب ديفيد عن العالم العربي، أو العالم العربي تخلى عن السادات. عاوزين نتكلم فيها بعدين. من يريد أن يصالحنا فليصالح أشقائي. من يريد أن يرطب علاقته معي فأنا وأبناء جلدتي واحد. كفوا عن اللعب في اليمن، كفوا عن اللعب في البحرين، كفوا عن اللعب في لبنان وحزب الله، كفوا عن اللعب في العراق، كفاكم قتلا وتدميرا واحتلالا، وكفوا عن اللعب مع الحركات الدينية الموجودة في العالم، ومدوا إليكم يدي ولا سند. لو كان هؤلاء الذين ذهبوا يعرفون هذه التداخلات المتشابكة في الحالة الإيرانية ما كانوش راحوا قالوا لأحمدي نجاد والنبي تعالى ارجع لنا. فهو قال لهم لما بطير فوق السماء الطيارة بتاعتي بتعدي فوق مصر قلبي بيدق. ده أحمدي نجاد. أحمدي نجاد أنا أعرفه معرفة شخصية، أظن ليه علاقة شخصية لما كان محافظ طهران، وأعرفه جيدا من حملته الانتخابية، وأعرفه أكثر مما يعرف نفسه. ده الوفد. أما الوفد السينمائي الذي ذهب وكل واحد رايح واخد نحتاية تحت كتفه، مع نظام النحت الذي تكرس في عهد مبارك ما زال قائما، اللي هو نظام الاسترزاق. ايوه.
هذا الذي تكرس كل واحد راح ايران اللي شايل الحسين سائرا، قال لك دول شيعه، ولو خدت لهم مسرحيه الحسين سائرا لعبد الرحمن الشرقاوي عشان اعملها فيلم هيدوني فلوس. واللي رايح شايل لهم فيلم عن احمد ياسين، اصل احمد ياسين اللي اسس حماس اللي اسرائيل اغتالته، لو قلت لهم تعالوا نعمل دوكيومنتري هيدوني فلوس. واللي رايح وشايل موسوعه عن السينما الايرانيه، قال يعني السينمائيين الايرانيين يحتاجون مفكرا مصريا يصنع لهم موسوعه عن سينماتهم. فاهم ازاي؟ والمصيبه الكبرى انه اول ما يوصل ايران هو وفد شعبي، فيروح ينتخب وفد حكومي، يروح ينتخب وزير الثقافه والارشاد كل بالنظام، ونسي تماما انهم سينمائيون، احنا سينمائيون من بلد الثوره، فنروح ايران وما نسالش عن جعفر بنائي. جعفر بنائي السينمائي الايراني الذي احتفل به برلمان برلين، وكان اللي حطوا كرسي كده في كان وكتبوا عليه جعفر بنائي لانه معتقل ومسجون ومحكوم عليه 6 سنين سجن ومنع من الاخراج 20 سنه عشان ينحاز للثوره المخمليه في ايران. جعفر بنائي السائر المعتقل، انت سينمائي، طب يا اخي روح شوف السينمائي اللي زيك اللي في المعتقل، اسال عليه. وهو الى الان لسه في المعتقل؟ لسه مسجون 6 سنين وطلع مش قادر يقف على رجليه. جعفر بنائي العظيم السائر العظيم. لما روحوا ايران وفد سينمائي ما يسالوش محسن مخملباف رائد السينما الايرانيه اللي مطرود بره ايران مش عارف يخش بلده لانه انحاز للمعارضه. ومحسن مخملباف اللي اعتقل في سجون الشاه عشان الثوره تنجح، ولما الثوره نجحت وضلت سبيلها قاومها. هو سائر ضد الشاه وسائر ضد الثوره اللي دفع بيها عمره، هو وبنته ومراته مطرودين بره. لما راح هناك ما سالش على كيارستامي اللي اسس السينما الايرانيه مطرود بره. ما سالش عن جعفر بنائي اللي ممنوع دخوله ايران. ما سالش على محمد رسولوف اللي كان مسجون. وانت وفد سينمائي من بلد مصر، وبعدين لما يطلع على الهواء يقول لك اصل انا ما كنتش اعرف. طب لما كنتش اعرف ليه رحت بلد انت مش عارفها؟ وليه استعملت؟ سياسه الاسترزاق. وبعدين يقول لك نريد ان نقدم انتاجا مشتركا بين السينما الايرانيه والسينما المصريه. طب هو في فرق بين، انا قلت له هل هو انتاج مشترك؟ ان كان انتاجا مشتركا فدوله تشارك دوله. طيب العلاقه بين دولتين ما رجعتش، وانا كنت ضد الدوله دي زمان لما كان حسني مبارك حاكمها، اما انا الان ادفع رقبتي في ان هذه مؤسسات الدوله تقوى، واول مؤسسه منها مؤسسه ثقافيه. ولازم ترجع علاقتك مع هذه البلد عشان يبقى يكون في مؤسستين طبيعيتين، وبعدين بعدها نعمل انتاج مشترك. انتاج مشترك ولا تمويل؟ سكت. اذا كان تمويل فما هي شروطك؟ ما هو ما حدش بيدي فلوس لحد مجانا. هتمول عشان ايه؟ مش عاوز تمويلك. ثم تمول مع من؟ فاهم ازاي؟ ايوه. فهي القصه شديده التشابك والتعقيد، وهي مساله ايه؟ عارفه انت الانفعال، العنجهيه غير الواعيه التي تحرك الامور. هو مين كان في الوفد ده؟ اعتقد والله ممكن تخش على النت، بس وكان في احمد ماهر، وكان في محمد خان. ومحمد خان طبعا كتب مقال السباب فيهم، وعبد العزيز مخيون هو كان رئيس الوفد، وناس ما نعرفش، ممكن تشوفيهم في النت كتير جدا.